لأننا نعاني من مشكلة البطاقة الصفراء. بعض اللاعبين قد يتعرضون للإيقاف في حالة تلقيهم للإنذار ويغيبون بذلك عن دور الثمن. لقد أتينا بمجموعة تضم 27 لاعبا من أجل أن يقدم الجميع المساعدة، وسنحترم منتخب زامبيا لأنه سيلعب الكل في الكل من أجل التأهل. لن تكون مباراة سهلة. هدفنا الأول كان تحقيق التأهل، تمت المهمة بنجاح. الآن يجب علينا المحافظة على المركز الأول بالمجموعة، لا مجال للتراخي في هذا اللقاء الأخير. يجب علينا الحفاظ على التنافسية، وهنالك منتخبات لم يحدد مصيرها بعد، ويجب علينا احترام هذه الوضعية. سنلعب من أجل إنهاء الدور الأول كمتصدرين للمجموعة، ويبقى الأهم البصم على أداء جيد والظفر بالنقاط الثلاث. مباراة الكونغو الديمقراطية وما أعقبها من أحداث لم تفسد أجواء تلاحم المجموعة التي خاضت المران الأخير بمعنويات مرتفعة تبعث على الاطمئنان. الصدارة تمكن المنتخب المغربي من الاستفادة من 5 أيام من أجل التحضير لمباراة دور 16. مهدي فودي، بين سبورتس، من مدينة سان بيدرو. وحال المنتخب اليابان نتائج ملفتة في مونديال قطر وتسجيل للتاريخ المركز الرابع بعد خسارته من المنتخب الكرواتي العتيد بقيادة مودريتش، ونتائج ربما أعطت للجمهور بأن هذا هو الفريق الذي سوف يحصد هذه البطولة، فارتفع السقف، ولكن الطموحات لم ترتفع معها من قبل اللاعبين، ليس من قبل الجمهور الذي ارتفعت طبعا طموحاته والسقف للحصول على هذه البطولة. وهي دي النقطة اللي ممكن تبقى خطر على المنتخب المغربي حمد. المنتخب المغربي الناس بعد كأس العالم بتبص له ان هو بطل افريقيا. اما معنى ان انت تحصل على المركز الرابع في كأس العالم، تروح تلعب في البطولة القارية بتاعتك، انت هتبقى البطل. خاصة المنتخب المغربي يمتلك لاعبين ممتازين. تاني أكتر منتخب يمتلك لعيبة بيلعبوا في الدوريات ال5 الكبرى في أوروبا. مدرب طموح ومدرب عنده الرغبة إن هو يصنع مجد، ودي نقطة مهمة جدا. فهم حاسس إن هم تحت ضغط شوية في المباريات، وده يفسر حصول اللاعبين على إنذارات في خلال المباراتين الأولانيين. الشدة اللي اللعيبة موجودة فيها لو اتأخروا في النتيجة مثلا أو اتأخر هدف التقدم للفريق، فدي ممكن تبقى نقطة سلبية تضر المنتخب المغربي، لابد أن يبقى التعامل معها بشكل جيد. النقطة الأخرى اللي ظهرت المباراة الثانية التعامل مع الجو، الأجواء في بنتحدث عن هالنقطة كابتن وائل. نعم، بنتحدث عن هذه النقطة بعد ما نكمل الحديث عن سقف التوقعات. تمام. بالنسبة للمنتخب المغربي، يعني أنت أيضا كذلك، يعني بحثك كنجم المنتخب المصري سابقا والأهلي، وأتحدث معك أيضا من الجهاز الإداري، وهم ربما من أهم الناس الذين يتواجدون في الجهاز الإداري وكذلك من حتى الجهاز الفني. ألم يكن هناك أحيانا استشفاء من بعد البطولات من قبل الإنجازات؟ ألا يكون هناك بعض الأخصائيين النفسانيين وشاهدنا في حتى في المنتخبات الكبيرة مثل منتخب ألمانيا الذي كان هناك استشفاء كامل في المونديال كذلك؟ هو أنا بالنسبة لي الاستشفاء الذهني أهم من الاستشفاء البدني. الاستشفاء الذهني إن أنت تدخل اللعيبة اللي معاك بعد الإنجاز في تحدي جديد ومنافسة جديدة مطلوب إن أنت تفوز بيها، لأن سقف طموحات أي منتخب عربي أو أسيوي في كأس العالم إن هو يوصل مربع ذهبي. مش هقول لك إنه يفوز بالبطولة، يوصل دور ال8 حتى، لأن المنتخب المغربي كان أول منتخب يوصل دور ال8، منتخب عربي يعني يوصل دور أو أفريقيا حتى، إنه يوصل دور ال8 في كأس العالم لكرة القدم. فالاستشفاء الذهني ده مهم جدا. الدور الإداري كابتن كيف الدور الإداري إن أنت يبقى متواجد في الجهاز أخصائي نفسي، وجود أسماء في الجهاز لعبت على مستوى عالي، تعرف تتعامل مع اللعيبة، وقريبين جدا من اللعيبة، ينقل اللعيبة. ودي نقطة على فكرة منتخبنا المصري مفتقدها في البطولة دي. احنا البطولة اللي فاتت لو تفتكر يا احمد في كأس الأمم كنا ثلاثة، كنت أنا عبد الله والحضري ومحمد شوقي، الثلاثة لعبنا بطولات كتير جدا مع المنتخب المصري وفوزنا ببطولات وعارفين الإحساس والشعور. فكنا احنا واقفين على الخط مع المدرب اللي عنده يمتلك خبرة كيروش، خبرة كبيرة جدا في التعامل مع المنتخبات.
احنا بنساعد وواقفين حاسين باللعيبه جوه ومرينا بالموقف ده، فانه احنا منتخبنا مفتقد النقطه دي شويه، ولما يبقى متواجد النوعيه دي في منتخبات كتير هتلاقي بيبقى لها تاثير كبير، ان يبقى موجود على الخط لاعب مر بالتجربه دي كتير جدا، فده بيفيد المنتخب. فالاخصائي نفسي دلوقتي دوره مهم جدا جدا مع الفريق. المنتخب المغربي يمتلك وليد الركراكي، لعب في مستويات كتير ولعب في المنتخب المغربي كتير وعارف الاجواء الافريقيه كويس، لعب في بطوله افريقيا كتير وعارف ازاي يتعامل مع اللاعبين، بالاضافه ان هو عنده نقطه تانية انه من نفس عقليه وتفكير اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المغربي، ان هو مولود في اوروبا وعايش في اوروبا ولعب في اوروبا وعارف تفكير، ودي كانت مشكله كبيره لمنتخبات شمال افريقيا، ان يبقى المدرب المتواجد مشتت بين المغرب او البلد اللي هو ينتمي ليها، الاجواء الافريقيه والاجواء الاوروبيه، كان بيجي اللعيبه بالتشتت ده فما يساعدهمش. انما وليد يمتلك الحاجات دي كلها، التعامل النفسي والتحضير الجيد، وانا اشوف ان هو دخل البطوله بشكل جيد، لانه المدرب الوحيد اللي راح لعب مباراه وديه في ابيجان في عشان قبل البطوله بفتره، عشان فتره قريبه، عشان يتعود على الاجواء في كوت ديفوار، لان افريقيا صعبه مع الرطوبه والحراره، اللعيبه دي لما بتتنقل من اوروبا معلش ارتجل منك سؤال، بما انك دخلت في الاجواء، ونقطه مهمه حتى لا تتشعب في الامر وتذهب هذه الفكره. تحدثت عن المناطق واوروبا، وكانك تتحدث ايضا كذلك عن تاثر بعض اللاعبين في التوقيت والاجواء اللي كنت بتتكلم عنها كابتن، واشتكى منها اللاعبين المنتخب المغرب كذلك من هذه الاجواء والوقت المبكر كابتن ايضا كذلك في بعض المباريات. هو الحراره مؤثره، انما الدوافع مهمه جدا، الدوافع تخليك تتغلب على الحراره، لان الحراره والرطوبه دي على الفريقين مش عليك انت لوحدك. في لعيبه بتبقى متعوده، يعني اغلب من لاعبي المنتخبات الافريقيه بيكونوا جايين برضو من اوروبا والكلام ده، ولكن الرغبه عندهم بتبقى كبير، فاحنا الدوافع والحافز اللي المدرب والجهاز المعاون بيخلقه مهم جدا جدا، يخليك تتجاوز الكلام ده وتتعامل معاه بشكل جيد. بالاضافه لنقطه تانية انا اشوف ان هي ساعدت المنتخبات في الفتره الحاليه، الخمس تغييرات. الخمس تغييرات ده سلاح اضافي مهم جدا يستفيد بيه المنتخبات الكبيره، ان هو يقدر بالخمس لعيبه دول يقلب المباريات تماما. فدي يعني نقاط تخليك تعرف تتعامل مع المباريات. ولسه كابتن جمال ذكر واحنا بنتكلم ان ال 26 لاعب او 27 لاعب اللي موجودين في قائمه المنتخب كلهم قريبين في المستوى من بعض يعني. لكن النقطه المهمه جدا واللي هي كانت بصراحه احد مكتسبات كره القدم العربيه، خلينا نحكي، اللي هي بطوله كاس العالم، لم نرى اي احد اشتكى لا من عامل الجو ولا من عوامل الطبيعه اللي هي الملاعب وارضيه الملاعب، بعكس البطوله الحاليه الموجوده بافريقيا، بطوله كاس افريقيا. كاس العالم كابتن جمال بطوله 7 نجوم انت بتلعب في ملاعب مكيفه. ايوه بتلعب في ملاعب مكيفه، اهم المكتسبات بصراحه. يعني ما تقدر تقول والله الهواء لا في قطر جميع القارات وجميع الاجواء متواجده. ايش تبي تلعب في حر بنلعبك في حر، تبي تلعب في مكان بارد نلعبك. افضل تعبير انه 7 نجوم زي ما تفضل الكابتن وائل. بصراحه قطر قامت بشيء اشبه بالاعجازي على مستوى التنظيم، على مستوى نهائيات كاس العالم وكاس اسيا، يعني الفارق كبير بين افريقيا وبين ما اقيم في نهائيات كاس اسيا على مستوى الجو. شوف اليوم انت في كل المباريات في دقيقه اللي هي الاستشفاء الكولينج بريك، هاي بصراحه كمان يعني بتعطيك انطباع انه اللاعبين جايين من اوروبا وجايين يلعبوا بهيك اجواء باي شكل. نقدر نلوم المدرب كابتن، انت تعرف هناك بطوله نعم. ولكن هل نستطيع أن نلوم المدرب بأنك عندك وقت كافي للمعسكر، ولكن في مثل منتخب المغرب يحترفون خارج يعني المغرب، لا يستطيع التحكم في أوقاتهم أو حتى في مبارياتهم، لأنهم محترفون في الدوريات الكبرى. لا يمكن أنك تلوم المدرب كل اللوم، هو في جزئية يعني. شوف مدرب المنتخب المغربي أخذ اللاعبين، استغل فترة وجود اللاعبين معه حتى لو اللاعبين المحليين بدون المحترفين، ولعب فيهم مباراة حتى يدخلوا الأجواء. لكن بشكل عام هو معروف بأنه اللاعب المنتخب لا يلتحق إلا بأيام الفيفا التي يسمح بها الاتحاد الدولي، لذلك وجوده بالمنتخب الوطني دائما وأبدا هي في فترة. يعني تخيل تلعب في قارة أوروبا، ما هي المشكلة، وتروح أفريقيا، مولود في قارة أوروبا أساسا. يعني تخيل يعني. فهاي كمان لا، مش اللوم مش على المدرب حقيقة، هي الأجندة والرزنامة هي التي تتحكم بتواجد اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، فما في